في غابة خضراء جميلة عاشت الحيوانات في هدوء وسلام. كانت الطيور تشدو بين الأشجار، والأرانب تقفز هنا وهناك، والغزلان ترعى في الحقول. لكن كل مجموعة اعتقدت أنها الأقوى، ولم يهتم أحد بالآخر. في أحد الأيام حدث أمر خطير. اندلع حريق هائل في طرف الغابة، وبدأ يقترب بسرعة. حاول كل حيوان أن ينقذ نفسه لوحده، فهربت الأرانب وارتفعت الطيور في السماء، والغزلان ركضت في كل اتجاه. لم ينفعهم ذلك، وازداد الخوف بين الجميع. اجتمعت مجموعة صغيرة من الحيوانات عند البحيرة: سيمو السنجاب، ليلى الحمامة، وفوفو الأرنب، ورورو القنفذ. قال سيمو: الغابة كلها تحترق، علينا أن نتصرف. اقترحت ليلى أن يحملوا الماء من البحيرة ويسكبوه على النار. بدأت المجموعة الصغيرة بالفعل محاولة إطفاء النار بأكواب من أوراق الشجر. رآهم الفيل من بعيد، أعجب بجهودهم الصغيرة، فانضم إليهم وساعدهم بخرطومه الطويل. شاهدت بقية الحيوانات هذا التعاون، فشعروا بالخجل من أنانيتهم، وانضم الجميع للعمل الجماعي. الطيور كانت تحمل الماء بأجنحتها، والفيلة ترش الماء، والأرانب تنظف الطريق. عملوا معا حتى انطفأت النيران أخيرا. شعر سكان الغابة بالسعادة والفخر. في اليوم التالي وقف الأسد وقال: تعلمت أن القوة في الاتحاد والتعاون، وليس في الفرد لوحده. منذ ذلك اليوم أصبحت الغابة مكانا يسوده التعاون والعمل الجماعي، وصار الصغار والكبار يساعدون بعضهم البعض دائما. وتعلم الجميع أن التعاون هو سر النجاة والسعادة. هكذا أصبحت الغابة مثالا للوحدة. وتذكروا دوما: في الاتحاد قوة،